السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنعمل work flow واتساب بسيط جدًا ممكن تستخدمه للرد على العملا، آآ يتمت لك الأوردرات، تعمل له customize في أي مجال معاك. فده الwork flow هو بسيط، فممكن نجربه قبل ما نبدأ نعمله. ممكن نبعت رسالة دلوقتي. تمام. خلّينا نبدأ نكريته. أول حاجة هنحتاج evaluation دي طريقة رسمية غير رسمية لربط الواتساب، ولكن ما فيهاش ضرر على الرقم طالما أنت بتستخدمها في الرد على المسج، مش بتبعت spam أو تستخدمه في حاجات خلّينا نقول للرد على الرسايل، مش إرسال إعلانات أو عمل spam على الواتساب. خلّينا نبدأ نشيل الرقم اللي إحنا كنا مستخدمينه في البداية. خلّينا نضيف webhook بدايةً. تمام. الwebhook هنخلّي الHTTP post، هنخلّي ديّة هي حاجة. تمام. هناخد URL الtest دلوقتي عشان نعمل test. بعدين هنا في الevaluation هنبدأ نضيف الرقم بتاعنا، نسميه برضه الرقم تمام. بعد ما ظهرت هنا نضغط عليه عشان ندخل نعمل الconfiguration بتاعته. هنربطه، هنعمل get QR code عشان نبدأ نعمل له scan كأننا بنربط جهاز عادي أو بنفتحه كأننا بنفتح الواتساب بتاعنا على الويب سايت. فتمام. أول ما تعمل له scan آآ هيعمل لك connection. أول ما يظهر لك كلمة disconnect ديّة يبقى أنت كده تمام، وبدأ يظهر لك الchats والmessage. بعد ما يتربط هندخل على الevent على الwebhook، هنعمل enable للwebhook، وفي جزء الURL هنا هناخد الURL الtest اللي إحنا خدناه من الwebhook. بعدين في الevents اللي تحت هنا هنفعّل message upsert، نعمل save. تمام. ممكن نعمل test عشان نشوف كل حاجة تمام. خلّينا نمسح ده، خلّينا نعمل test. هابعت رسالة. تمام. المفروض الرسالة وصلت. يبقى إحنا كده نروح للخطوة اللي بعدها، هنضيف الAI agent. تمام. هنربط الواتساب الwebhook اللي إحنا عملناها في البداية بالAI agent. بعدين الAI agent طالع له 3 رجوع، فإحنا محتاجين chat model اللي هو الAI أيًا يكن، حابب تستخدم OpenAI، Claude، Gemini اللي يريحك. وفي الmemory محتاجين له ذاكرة عشان يتذكر الchat، والtool لو عايزينه ينادي على أو يستخدم tool، ينادي على tool أو يستخدم. ففي حتة الchat model أنا هاستخدم رؤية AI، فهي بتدّيك $0.5 مجاني. فأنت ممكن تستخدم موديلات كتيرة. إحنا هنستخدم مثلًا خلّينا في Gemini Pro. تمام. عشان تضيف نود رؤية في الchat model هنا، فهتخش على الsetting في الcommunity nodes. خلّينا نفتحها. الجزء ده هيبقى عندك فاضي، لو أنت شغّال جديد، فالجزء ده هيكون عندك فاضي. فأنت تثبّت النودات دي إزاي؟ هتروح على npm، دي المكاتب، هتكتب رؤية AI، هيظهر لك رؤية AI الchat هي بالشكل ده كده. فهتاخد الinstall copy، وترجع للcommunity هنا، تضغط على كلمة install، تحط ال تشيل npm install دي اللي في البداية، وتعمل I understand، توافق على الشروط وتعمل install. هيقول لك موجودة بالفعل عشان هي موجودة عندي. تمام. وهنحتاج برضه evaluation API الnode، فبرضه هنا تكتب evaluation API دي، برضه تعمل نفس الخطوات، تاخد الinstall copy، ترجع هنا تعمل install، وهيظهروا عندك بالشكل ده. بعد ما يظهروا هتراستر الN10 هتلاقيهم موجودين عندك. ف في الchat model قلنا هنستخدم رؤية، فأنا هابدأ أستخدمها network flow. نستخدم قلنا Gmail Pro 2.5. خلّينا نحط الcredential مع بعض. هاعمل API جديد. آآ
ناخده copy نرجع نخلي في جزء ال API هنا نعمل save. تمام، وأعمل successful. فكده الconnection تمام. تمام. نيجي للجزء الmemory. هنخلي اللي هي الsimple memory دي بعدين إن شاء الله لو احتجت تعمل الwork flow advanced شوية فممكن تستخدم أي memory من الdatabase دي. فخلينا دلوقتي نستخدم الsimple memory. اهم. هنغيّر الsession ID بالرقم بتاع المستخدم. يعني كل بنعمل session بكل رقم مستخدم. يعني كل أمّا حد يعمل معاه chat جديد بيعمل session يعني زي unique ID لكل مستخدم، اللي هو ID لكل مستخدم. فهنحط الkey دلوقتي، خلّينا نضيفها بعدين. الtool ممكن عشان نجرّب في الفيديو ده نضيف thinking tool. thinking tool ديّة بتدّي الAI القدرة على التفكير العميق بالنسبة لو data حصل لها update. بتخلّيه يفكّر لو مهام معقّدة. في ال في النهاية المفروض بقى هنستقبل الmessage. يعني هنبعتها للمستخدم، هنرُد على المستخدم. فإحنا لمّا نزّلنا الevaluation API الnode هنا في الcommunity nodes فهنبدأ نستدعيها من هنا. evaluation هو في 2 عشان موجود 2 علشان N10 بدأت تدعم evaluation API. فأنت ممكن ما تحتاجش الخطوة دي على حسب أنت بتشوف الفيديو إمتى. بس اللي ثبّتناها في النود بالإنجليزي لو أنت ملاحظ. أمّا اللي موجودة فهي موجودة أسباني عشان المطوّر أسباني. فخلّينا نضيف النود. هنحتاج نبعت رسالة فهي الsend text message. تمام. هيطلب مننا دلوقتي نخلّي الcredential بتاعتها. خلّينا نضيف الcredential ديّة. أنا كده رابطينها بالevaluation API. خدنا الURL ده وكده evaluation API أنا عاملها self host فهو مدّيني API. هنحدد send text الinst الinstance name. آآ هناخد test اللي إحنا حطيناها دي. نحطها هنا في الرقم المستلم. خلّينا نوقّف ديّة عشان ما يحصلناش مشكلة في الwork flow. لأ كده إحنا ما عملناش clear فالmessage ظهر معانا. هنيجي هنا نشغّلها تاني. جزء الsend message هنفتح الweb hook اللي هو الnode الأولانية اللي خدنا منها الmessage. فإحنا عايزين نرُد على الرقم اللي هو الرقم اللي جاي منه الرسالة. فخلّينا نحطه في الرقم المستلم. الmessage بقى إيه؟ الmessage هنجيبها من الAI agent. هيدّينا error عشان إحنا ما ضفناش الsimple memory. قُلنا الunique ID اللي هو ID لكل مستخدم. فهنخلّي الID لكل مستخدم إيه؟ برقم المستخدم عشان ما فيش الأرقام مش متشابهة. فهنعمل له session على حسب الID بتاعه الرقم التليفون بتاعه. هنسيّف خلّينا نعمل execute تاني كده. تمام. هنا هنبعت الmessage اللي بعتها المستخدم للAI agent عشان يرُد عليه. فهنيجي هنا في الجزء ده الرسالة هنا اللي إحنا كنا باعتينها اللي هي أهلًا. هناخدها كده نسحبها. ولو عايزين نحط system prompt للAI عشان يرُد على أساسه، اللي هو بندّي له تعليمات عشان المستخدم عشان الAI يرُد على حسب التعليمات اللي أنت بتدّيها له دي. فتعمل add option أو تعمل system message. هنخلّيها دلوقتي زي ما هي وهنبدّلها دلوقتي إن شاء الله. خلّينا نعمل test. فكده اشتغل. نكمّل ناخد بقى الmessage اللي طالعة من الAI agent نخلّيها في جزء الmessage هنا. تمام. هنعمل execute هنلاقي الرسالة اتبعتت هنا. تمام. إحنا كده خلّصنا الwork flow. بس علشان نعمل آآ system prompt محترم مثلًا للAI agent ده. فهنروح لأي AI إحنا بنستخدمه وهتقول له عن اشرح له مجالك مثلًا أنا بيع مثلًا خلّينا نقول عناصر. خلّينا نقول وجبات صحية. هو إحنا مدّيينه بس عشان مدّيينه حاجة تفاصيل بسيطة. بس أنت لمّا تيجي تدّي له الprompt الأساسي اللي هو الboot اللي هتعتمد عليه بشكل أساسي
فأنت تذكر له كل التفاصيل، أسعارك، الmenu، كل حاجة، عشان يقدر يدّيك الprompt اللي يقدر اللي تقدر تعتمد عليه. هناخد مثلًا الprompt ده، إمم، ناخده copy، هنيجي في الAI agent في الsystem prompt هنا system message، هنعمل paste للprompt. تمام، خلّينا نسيّف ونعمل test. خلّينا وصل له رسالة أهوّة، هو المفروض كده شغّال زي الفل. ده work بسيط جدًا، وإن شاء الله مثلًا عرّفونا لو حابين في فيديوهات تانية إن نخلّيه advanced وياخد الأوردرات ويسجّلها بsheet. إحنا حبّينا يكون الفيديو قصيّر يعني عشان آآ الناس اللي خايفة أو شايفة إن الAI agent مُعقّد أو أيًا يكن، فلأ، هو بسيط إن شاء الله بالtool اللي بتطلع جديدة، و وتقدر تبني AI agent أيًا يكن مجالك، عشان تطوّر من الشغل، تزوّد من المبيعات بتاعتك. ف أنت شُفت السهولة يعني إحنا ما رضيناش نعقّد الأجزاء دي في البداية عشان تبدأ وتتشجّع إن أنت تخش تجرّب بإيدك، وإن شاء الله نتقابل في فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة.